السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في واحد الفيديو اخر ان شاء الله. صراحه شفت بزاف ديال الناس وانا منهم كنضيعوا بزاف ديال الوقت، كنضيعوا بزاف ديال الانرجي، كنضيعوها في حوايج اللي ما كيهموناش. علاش حنا غادي نضيعوا هاد الانرجي وهاد الطاقه؟ علاش غادي نبقاو حنا نستريسيو راسنا باش الناس الاخرين يكونوا راضيين؟ خصك تختار شي حوايج اللي مهمين بالنسبه لك، خصك تركز عليهم. ما يمكنش تركز على كلشي، ما يمكنش ترضي كلشي الناس. المشاكل والمعاناه وكل شيء ما نقدروش نعيشوا حياه بلا ما نعانيو بشي حاجه، بلا ما نفوتوا بشي وقيته صعيبه. امبوسيبل. هذه هي الدنيا، هكا دايره الدنيا. خصنا غادي تفوت بشي وقيته صعيبه، غادي تفوت بقيته اللي غادي تكره فيها حياتك، عادي. هذه هي الدنيا. ما يمكنش انك توصل لواحد الحياه زينه ولا لواحد الحياه اللي انت باغيها وانت ما غاديش تفوت بواحد المعاناه. ما يمكنش، امبوسيبل. الدنيا هكا دايره، ما غادي توصل لك الحاجه اللي باغيها الا وغادي تفوت بواحد تشالنجز، واحد التحديات اللي صعاب، فريمون صعاب، واللي غادي يعلموك بزاف ديال الحوايج في حياتك، واللي غادي يعلموك بزاف نتاع الدروس اللي يقدروا يكونوا السبب انه انت عايش هذه الحياه. كل ما حاولت انك تكون فرحان في حياتك، كل ما حاولت انك تكون بوزيتيف، بقى تفكر انك تكون بوزيتيف وتفكر انك تكون فرحان، كل ما غادي تزيد تمرض. كل ما غادي تبقى تشوف انه كاين حاجه ما عجبك في راسك، كاين شي حاجه ما عرفتش الراي ديال الناس مديرونجيك، شي حاجه في حياتك. كل ما تبقى تفكر هكا كل ما غادي تزيد تمرض. خصك تاخذ بان الحياه هكا دايره، حياه ميسي، حياه مرونه، الحياه فيها الحاجه الزينه، فيها الحاجه الخايبه. ماشي اي واحد غادي يهمو الراي ديالك، ماشي اي واحد غادي تعجبو اللبسه ديالك. اي واحد عنده الراي ديالو، اي واحد يقول داكشي اللي بغا، غادي تفوت بزاف ديال الفشل، غادي تعاني بزاف ديال الحوايج، عادي. هذه الدنيا، خصك تاكسبتيها كيما راه. سينو الا بقيت كتفكر كتقول يا ودي لا، خصني نكون ديما بوزيتيف، خصني نكون ديما ايجابي، ما خصني يكون عندي المشاكل كذا، لا، عمره ما تكون مزيان في حياتك. كل ما تخلصت من هذه القضيه انت انه تفكر بالايجابيه وخصك ديما تكون فرحان وخصك ديما، كل ما غادي تعيش فري، تعيش حر، تحس بواحد الحريه اللي ما عمرو حسيت بها من قبل. غادي تعرف بانه الدنيا مرونه، الدنيا فيها مشاكل، ومن بعد عندك مشكله ومن بعد هكذا الدنيا، غادي نفوت بها المشكله وغادي تحلوا ان شاء الله، وغادي نوصل لك اللي راني باغي وكل شيء يكون بخير. هذه هي الدنيا. علاش انا نبقى نمرض راسي؟ علاش انا ديما خصني نكون مزيان، ديما خصني نكون لا، خصني يكون عندي الفلوس، خصني نوصل لديك الحاجه، لا ما وصلتلهاش راه غادي نكره. لا، اكسبتي، دير بالك بان الدنيا هكا دايره. خصني ضروري انني نفوت بهذه المرحله، خصني ضروري انني نفوت بهذه المشاكل ان اوردر باش نوصل لشي حاجه، باش نوصل لديك الحاجه. خصني نعاني، خصني نفوت بمشاكل، خصني نتكرفص. واي، هذه الدنيا هكا. خصك تفكر باش تكون سعيد في حياتك. ولا بقيت تفكر بزاف اوفر ثينكي غادي تزيد تمرض. الا بغيت توصل لشي حاجه وعندك شي جول في حياتك، ضرب تماره، نوض تقعد، نوض خدم عليه، خذ ريسبونسابيلتي، خذ المسؤوليه، تخدم، دير داكشي اللي خاص يدار باش توصل لك الجول. ما تبقاش تقول اودي راه الدوله ما عطاتنيش، او ديرها فلوس ما كايناش، ما عنديش تزهر، او ديرها بيبل الناس عينوا فيا، او ديرها لا. نوض خدم على داك الجول، نوض عندك شي حاجه باغي توصل، لا نوض اخويا خدم عليها. نوض، ما تبقاش تقول اودي راه الدوله ما الله خصني نمشي نوض نحرق، الله ما عنديش تزهر، هذاك عنده الزهر ونجح في حياته، ولا علاش تبقى انت تلوم الناس ولا تلوم راسك ولا نوض خدم على داك الجول، تراي يور بيست، دير اي حاجه توصل، دير اي حاجه تقد عليها، دير المستحيل وان شاء الله يكون الخير. اخر حاجه بغيت نقولها هي انه كلنا غادي نموتوا. انت غادي تموت، انا غادي نموت، هادوك غادي يموتوا، كلشي غادي يموت. why we have to care؟ علاش غادي نبقى نهموني الرأي ديال الناس؟ علاش غادي نبقى نمرض راسي في الدنيا؟ نقدر نموت غدا، نقدر نموت بعد غدا، نقدر نموت السيمانه الجايه، نقدر نموت العام الجاي، انت كذلك تقدر تموت السيمانه الجايه، تقدر تموت غدا، نقدر مانيش عارف، المهم كلشي غادي نموت. so why we have to care؟ علاش غادي نبقى نهمنا الرأي نتاع الناس؟ واحد الحاجه بزاف ديال الناس سولوهم على فراش الموت، سولوهم قالوا لهم ودي شنو الحاجه اللي كتريغريتيو عليها، الحاجه اللي ندمتوا عليها في حياتكم. واحد عنده 90 عام، واحد عنده 80 عام، المهم غادي بقى لهم والو غادي يموت. كلشي كيقول لهم ودي ضيعت وقتي، انا بقيت نهتم بالناس، نهتم واش راهم يقولوا الناس، او بقيت واحد اخر عاود كيقول لهم ودي ضيعت وقتي في الخدمه، حياتي كامله وانا نخدم، ما فوتش الوقت مع والديا ولا مع ولادي ولا مع صحابي. اهم حاجه اللي غادي تفكر
انت على فراش الموت هي كيفاش قضيت الوقت ديالك، واش فوتو مع لا فامي ديالك، مع صحابك، مع الناس اللي كتحب، مع الناس اللي كتبغي، اولا فوتو كتهتم بالاراء نتاع الناس، فوتو كتمرض راسك بالدنيا، ما عطاتكش هادي، ما دارتلكش هادي، ما كنا هادي، ما كاينش حاجه اللي بغيتك تاخذها من هذا الفيديو هي انك عيش حياتك كيف ما هي، عيش حياتك واكسبتي قال داكشي اللي في حياتك، كلشي غادي يكون بخير. وما تعطيش قيمه للحوايج اللي ما عاطينكش قيمه، ما تعطيش قيمه للحوايج اللي غادي يطيحوا من الانرجي ديالك وما غادي ينفعوك فوالو في حياتك. ما تمرضش راسك، عيش حياتك، خدم داكشي اللي راك باغي، ضرب تماره وان شاء الله توصل داكشي اللي راك باغي. نتمنى ان شاء الله غير هاد الفيديو، نتمنى هاد الكلمات ولا هاد الوردز، هاد الجمل هادو يكونوا سبب انهم يغيروا التفكير ديالك، وانك ان شاء الله تكون مزيان في حياتك. الا راك تفرج حتى لهنا باز عليك، طانس ملاح، كنتمنى لك النجاح في حياتك، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.